هوريكم طريقة طحينة حلوة جدا وطعمها حلو، هتنفعك في المشويات. تعمليها جنب الكبدة، جنب اي مشويات. طعمها حلو جدا ومختلف، وهتميزك وتميز الطحينة بتاعتك. جربيها. وبصوا معانا بصلاية وطماطمايه اهي، بصوا مقطع كده كبير كده، وقرن فلفل. هنعمل ايه؟ هنروح على الطاسه على النار كده، نبقى حاطين الطاسه على النار كده، نبقى حاطين فيها ماده دهنيه. وبعد كده لما تسخن خالص بنروح منزلين حاجه بقى. اول حاجه بننزلها بتكون ايه؟ البصل. شرايح البصل اللي احنا عملناها دي كده اهي، بنروح منزلينها كده في الطاسه اهي، عشان احنا عايزينها تشويح كده. شوحنا البصل وهننزل بالطماطم كده. بعد كده بنروح منزلين ايه؟ شريحتين فلفل كده، ونفضل نقلب كده لغايه لما كله يتشوح مع بعضه وتطرى الطماطم. بصوا بعد ما عملناهم كده وشوحناهم كلهم كده وطريوا، كله طري كده، كله بقى طري كده، هنروح بقى على الخلاط ونضربهم في الخلاط. بعد ما ضربناهم كده في الخلاط اهو زي ما انتوا شايفين اهو، بنضيف عليهم ايه؟ الطحينة اهو، شايفين؟ واو. وبنضرب تاني. بصوا ضربنا كده الطحينة كده نعمت خالص كده اهو. بصوا احنا لسه ايه؟ هنزودها شوية مية، هتاكلوا احلى طحينة. بصوا امارات، شايفين المنظر عامل ازاي؟ هنضيف التوابل: ملح، شطة، وفلفل اسود اهو. حطينا الفلفل الاسود اهو، ونحط الخل اهو، هنضيف الخل كده اهو، ونضيف ليمونه اهي اهو. ضفنا الليمون والخل وهنقلب كده وتبلنا حلو خالص. بص منظر الطحينه، هتاكلوا طحينه بسم الله ما شاء الله. دي الطريقه دي ممكن تعملوها مع المشويات، مع الكبده. لو انت عامله كبده برضو ممكن تعمليها معاها، طعمها مختلف جدا وطعمها حلو قوي. اعملوها وادعوا لي.